هوريكم جريمة انا عملتها في نفسي. تمام. انا طالبه النهارده سمك وجمبري وحاجات، فقلت اجيب جمبري. الراجل بيقول لي جمبري لحم وكده، فانا طبعا مش عارفه يعني ايه لحم. قلت له ماشي انا ممكن اخد. بيقول لي ب195. قلت له انا عايزه من ده اللي هو جمبري اللحم. قلت دي حاجه حلوه يعني. الجهل وحش بعيد عنكم. فيا ريتني ما اتفلحست، ويا ريتني ما استعملت مخي. علشان انا كان المفروض اجيب الجمبري اللي انا عارفاه، اللي هو العادي اللي انا بجيبه. فقلت الجمبري اللحم دوت باين حاجه، فطلع الجمبري اللحم دوت هتشوفوه دلوقتي يعني. بصوا ده. طبعا انا ما اعرفش ان الجمبري اللحم هنا في القاهره يعني هو ده. انا قلت ان هو جمبري بقشره وكده. فدلوقتي هنعمل بقى يعني. قلت لازم اداوي الجريمه اللي انا عملتها ديت. يعني انا هقول لجوزي ايه ده، انا بجيب الجمبري عشان اعمله شوربه واقلي منه. فطبعا الحمد لله يعني دي غلطه والواحد يتعلم منها، وليكوا انتوا كمان يعني. انا هنا حطيت زبده. تمام. معلقه زبده محترمه كده. تمام. هحط فيها معلقه توم. طبعا انا جوزي مش بيحب كفتة الجمبري ولا ليه في الكلام ده هو بياكل الجمبري بس كده. يعني هو بالنسبة له الجمبري ان هو ياكله في الشوربة. انا هعمل برضو شوربة كريمة بالجزء التاني. تمام. انا حطيت الثوم قبل ما يطلع ريحته. طبعا انا غسلاه ونقعاه. نقع الجمبري. بسم الله. هنا هشوحه بقى في الزبدة كده. احاول ان انا اداوي ما فعلته بجهلي. تمام. هشوحه كده في الزبدة. محدش يا جماعة يغلط غلطتي. اما حد يقول لكم على حاجة ما تسمعوش كلامه. ما تعملوش غير الحاجة اللي انتوا عارفينها. هنا الجمبري عشان المعلقة التانية هتوقع مني. هنا الجمبري هسيبه بقى ايه يتشوح كده في الزبدة وياخد نكهة الزبدة، وممكن ازود حتة زبدة كمان. الزبدة والثوم. الوصفة ديت حلوة قوي. زبدة وثوم. كمية توم محترمة كده. وخلي بقى الجمبري ايه كله ياخد في الاخر. وهضيف في الاخر شوية كزبرة، يعني عودين بالظبط بقدونس والباقي كزبرة. وباخد الاوراق مش باخد العروق. يعني بجيب الورق بتاع الكزبرة. تمام. اخده اقطع الحتة اللي هي بس واسيب العروق، واخد الورق بتاع الكزبرة. تمام. ما شاء الله الريحة بدأت تطلع اهيت. هنقلب فيه كده وهنشوف بعد كده هنعمل. بصوا الجمال ما شاء الله ما شاء الله. يعني الريحة مش قادرة اقول لكم ريحة الجمبري. هو على قد ما هو صغير بس ما شاء الله طازة جدا. فريحته ما شاء الله ما شاء الله. انا عايزة كل المية بتاعته طبعا ديت كلها تنشف. انا كده بشوحه في الزبدة. تمام. بصوا المنظر ده بقى ناخدوه كده على الرز بقى. يتحط على الرز والمضطر بقى. انا لسه ما حطيتش اي نوع من التوابل، لسه ما حطيتش حاجه. انا هعمله زي الفاهيتا. يعني هعمل الجمبري ده زي الفاهيتا. وهنا خلاص هو كده خد لون عشان ما يستويش قوي. احنا عايزين برضو يبقى فيه المضغه دي شويه. هنا هوت الكزبره والبقدونس انا هحطهم الاول. انا لحد دلوقتي ما حطيتش اي لسه توابل. يا دوبك اللي انا حطاه توم. تمام. الزبدة طبعا دي حاجة مهمة، مش هينفع سمنة. الزبدة هي يا جماعة اللي بتدي الريحة الحلوة ليه. تمام. وهنا مقطعة شوية فلفل الوان، فلفل احمر، حتة فلفل. يعني ايه، ربع حباية فلفل احمر وربع حباية فلفل اصفر وربع فلفل اخضر وبصلاية صغيرة جدا.
تمام. هنا اهوت بصوا شكل ما شاء الله على الريحه، الله اكبر. هنا هنضيف برضو الخضار بس كده ونقلب. يعني الجمبري الصغير دوت لو ما ينفعش ان انت مثلا، في ناس ياما مش بتحب الكفته بتاعه الجمبري، انا مش بحب كفته الجمبري. تمام. الجمبري دوت ممكن بقى ندخله في حاجات ياما، نعمل زي الطبق ده كده طبق فاهيتا او اخر حاجه جديده. تمام. ممكن نعمله جوه الشوربه. انا دلوقتي هوريكم الجزء التاني منه، هعمله في الشوربه، شوربه كريمه من غير كاليماري ولا حاجه، لا هو بس الجمبري. تمام. ليه وصفات ياما قوي وهنبقى برضو مع بعض وهوريها لكم. كده هخليه ياخد ويدي واجيب التوابل بتاعتنا عشان نحطها. هنا التوابل بتاعتنا هي تمام. هنجيب معلقه حلوه كده كاري، نص معلقه كاري، ده كاري مش كركم. شوفوا الوصفه ديت وايه وهتدعولي. تمام. حبه كزبره ناشفين برضو نص معلقه، حبه جنزبيل، بصوا ربع معلقه، طرطفت المعلقه. ده ريحان بودر، ريحان انا جبته وطحنته عندي في بيتي. حبه ريحان بسيط خالص، وشويه كمون، واخر حاجه هنحطها مكعب مرق. مكعب المرق بيدي نكهه حلوه. مش قادره اقول لكم والله العظيم ريحه تجنن. جربوا الوصفه ديت وعلى ضمانه اختكم. طبعا لو في صويا صوص اللي يحب يحط صويا صوص، بس انا جوزي برضو ما بيحبش الصويا صوص فانا مش هحط صويا صوص. تمام. هي لو في حبه صويا صوص بتديها، بصوا كانكم بقى بتاكلوا طبق اسيوي من الدرجه الاولى. ما شاء الله الريحه، يا رب يا رب الف هنا اللي هياكل. انا لسه ما حطيتش الملح. هنا خلاص كده الجمبري ما شاء الله كده استوى. حطيت مكعب المرق وبس. احنا عايزين بس نزود شويه، هحط حته زبده كمان علشان يبقى ايه غني كده. خلاص انا مش هطفي عليه علشان خاطر يبقى فيه المضغه. اوعوا تنسوا اما بيمضغ، اما يستوي قوي الجمبري ما بيبقالوش طعم. انا كده طفيت عليه، هحط في الاخر حته زبده وبس. كده هو الطبق كده جاهز ويتحط. تمام. طبعا هو صغير وكل حاجه بس والله طعمه تحفه. وهو ديكي هو الواحد صلح برضو الغلط اللي عمله بطبق جميل وجديد وحاجه جديده للجمبري.